يسعدنا كثيرا مشاهدينا أن نستضيف في الجزء الأول السيدة وفاء شاكر، وهي مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة. أهلا وسهلا بك سيدة وفاء، نحن سعداء باستضافتك. شكرا لكم للاستضافة، وأنا سعيدة جدا أن أكون معكم اليوم. أهلا وسهلا بك. كما يسعدنا كثيرا أن يكون معنا من الجيدة الأستاذ نور الدين العكوري، وهو رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب. أهلا وسهلا بك الأستاذ معنا، نحن سعداء باستضافتك. اهلا وسهلا استاذه، تحيه لك وتحيه للدكتوره وفاء وتحيه لجميع مشاهدي ميديا تي في. أهلا وسهلا بكم سيدة وفاء. نحن ننتظر بفارغ الصبر انطلاق هذا الموسم الدراسي، أكيد أن الاستعدادات على قدم وساق. ماذا تعدون لهذا الموسم الجديد؟ كيف تجري الاستعدادات إلى الآن؟ هل الأمور ميسرة؟ أولا احنا انطلقنا في الموسم الدراسي اليوم الأول من هذا الشهر، كان يعني استقبال الأطر الإدارية والتربوية، كان توقيع المحاضر باش بدينا استقبال التلاميذ بالتدريج، يعني اليوم الموالي إلى غاية يوم الخميس إلى يوم غد إن شاء الله، لتنطلق الدراسة بشكل فعلي يوم الاثنين 8 شتنبر بحول الله. بالنسبة للاستعدادات سيدتي الكريمة، هي الاستعدادات كتكون قبل تقريبا سنة، كل سنة كيتم الاستعداد لها تقريبا ما بين شهر يناير وشهر فبراير من السنة اللي قبل السنة يعني ديال الدخول المدرسي الحالي. هذوك الاستعدادات كاين فيها الشق يعني ديال التأهيل، العرض المدرسي، تأهيل المؤسسات، تجهيزات اللي غتكون في المؤسسات التعليمية، ويتم الاشتغال أيضا على التكوين ديال الأطر الإدارية والتربوية، وأيضا كيتم الاشتغال على البنيات التربوية في آخر السنة. إذن الاستعدادات هي استعدادات قبلية باش نوفروا الظروف الملائمة لاستقبال التلاميذ في ظروف جيدة، وباش يلقاو المؤسسات ديالهم مؤسسات جاذبة وكتستقبلهم بالأحضان كما يعني تابعنا في هذا الدخول هذه السنة هذه. طيب سيد العكوري، أكيد أن الآباء وأولياء التلاميذ والأسر هي حلقة مهمة في هذه السلسلة المصرية، سلسلة التعليم. ما هي انتظارات الآباء لهذا الموسم؟ وبالنسبه لي حنايا كأسر الانتظارات ديالنا واضحه. هو اولا كان نتمنوا المجهود اللي كتقوم به وزاره التربيه الوطنيه لتثبيت الدخول المدرسي في الوقت ديالو المحدد في المقرر الوزاري، وفعلا هذه البدايه الان كانت بدايه اللي هي مبشره. مجموعه ديال المؤسسات اللي قمنا بالزياره ديالها كفيدراليه وطنيه، لقينا الاشغال فيها بدات، وكاين دابا الان الجميع منخرط داخل المؤسسات باش يستقبلوا التلاميذ ان شاء الله نهار 8 في شهر شتنبر. اذا بالنسبه لنا احنا احسن حاجه هو ان التلاميذ يبداو في الوقت ديالهم الدراسه، لكي نضمن تكافؤ الفرص لجميع وليدات المغاربه سواء في القطاع العمومي ولا القطاع الخصوصي. هذا هو همنا داخل الفيدراليه، وهم جميع الاسر هم ان الوليدات ديالهم يبداو. ولكن احنا من جانبنا احنا كفيدراليه قمنا بالتحسيس وسط الاسر باش يصاحبوا وليداتهم ويهيئوهم نفسيا للدخول المدرسي نهار 8 شتنبر، لان كتعرفوا بان التلاميذ كانوا في واحد العطله، وهذه العطله كتكون شويه طويله، وبالنسبه خاص هاد التلاميذ يتهيئوا نفسيا باش يلاه يبدا يستعدوا للدخول المدرسي سواء في التعليم العمومي ولا التعليم الخصوصي. هذا دور الاسر اللي باش غادي يستقبلوا ان شاء الله الاطر العامله داخل المؤسسات التعليميه. السيدة وفاء معنا تجيب على هذا التساؤل. ما حصيلة مدارس الريادة؟ هل النتائج مشجعة؟ هل هناك تكافؤ للفرص؟ كذلك يجب أن يستفيد كذلك أطفالنا الموجودين في المناطق البعيدة من هذه الفرص كذلك سيدة وفاء. شكرا. أولا التوسيع ديال القاعدة ديال المؤسسات ديال الرياضه، خصنا نعرفوا ان بدينا ب 600 مؤسسه تعليميه. السنه المنصرمه ضفنا 2000 مؤسسه تعليميه، وهذه السنه ايضا كاين اضافه 2000 مؤسسه تعليميه. حنا الان في واحد النسبه ديال 54% ديال المؤسسات التي تستفيد من هذه الخدمه. اولا بغيت غير نرجع الى سمحتي لي نعطي واحد النبذه صغيره على اسباب النزول ومن شارك في يعني في هذا التصور الى اخره.
اولا مؤسسات الرياضه راه مشروع اللي ساهم فيه جميع المغاربه، هو مشروع مجتمعي اللي في المشاورات يعني ساهموا الاباء اللي كنشكرهم من هنا، السي العكوري كنشكرهم على المجهودات اللي كيقوموا بهم معنا في المؤسسات التعليميه، ولكن ايضا منتخبين كانوا السلطات الى اخره، اضافه الى الاطر الاداريه والتربويه والمنظومه التربويه ككل. اذا كانت مشاورات وكانت يعني كان مطلب مجتمعي ملح اننا يجب الارتقاء بالمدرسه العموميه ونعطيوها البريق التي تستحقه، لان عندنا من الاطر يعني الكفء اللي يمكن لها توصل لهذا الهدف هذا. اذا هذه المؤسسات الرياضه بدات بالتجريب، وبعد سنه من التجريب كانوا هناك تقييمات دوليه وتقييمات وطنيه. التقييمات الوطنيه اثبتت ان كاين واحد التقدم جد محفز بالنسبه للتلاميذ الذين يتمدرسون في المؤسسات ديال الرياضه. هذاك التقدم مقارنه مع التلاميذ اللي ما كيستافدوش من هذه الخدمه كان بواحد النسبه ديال 30% في اللغه الفرنسيه، 28% بالنسبه للرياضيات و22% بالنسبه للغه العربيه. اذا خدينا يعني المعدل ديال التلاميذ في مؤسسات الرياضه كنلقاو تلميذ من مؤسسات الرياضه المستوى ديالو افضل من 80 تلميذ في مؤسسه غير يعني معنيه بالرياضه. يعني ولكن هذا على قدر ما هو محفز، على ما قدر ما ربما يطرح العديد من المسؤوليات والأسئلة المهمة. كيف يمكن أن يعادل مستوى تلميذ 80 تلميذ آخر؟ الفارق كبير جدا والهو فسيحة سيدة وفاء. هذا يطرح الكثير من الأسئلة. محفز نعم ولكونه مقلق كذلك من طبيعة الحال. إذا رجعنا إلى الأصل في المسألة، الأصل في المسألة أن التلاميذ المغاربة كان 30% من التلاميذ المندرسين هم الذين يعني عندهم لا ميتريز ديال التعلمات الأساسية، تحكم في التعلمات الأساسية. الآن راح وصلنا بهذا المشروع ل 72% ديال التحكم في التعلمات الأساسية. إذا حنا بدينا بتجريب توسيع. حنا الهدف المنظومة التربوية هو تعميم تجربة، وغادي يولي النموذج البيداغوجي اللي معمول به في المغرب لجميع التلاميذ المغاربة. لا، ليس هناك فرق بين القروي والحضري، الكل معني بمؤسسات الرياضه. الاول ديال التجربه كانت تطوعي من طرف الاطر التربويه والاداريه، كانت عمليه تطوعيه، اي يعني فريق تربوي واداري ابان على استعداده للانخراط في هذا المشروع تم اختياره. من بعد تم يعني ولا مطلب مجتمعي. الان كيف ما قال السي العكوري ولاو الاباء يطالبون بالتعميم يعني سريعا، وهذا الشيء اللي قايمه به الوزاره لحد الان. ايضا عندنا واحد النزوح من التعليم الخصوصي للتعليم العمومي. هذا ما كيقولش ان يعني عندنا تعليم اجود من الاخر، ولكن يعني انها هذا المشروع الجديد ابان عن نجاعته، والدليل ان التقييمات يعني دابا الان الكل يفتخر بهذا النموذج على الصعيد الدولي ماشي على الصعيد الوطني فقط. ونبغيت غير نعطي واحد الرقم الله يعطيك الخير، انه يعني في التقييمات بان انه في خلال واحد السنه ديال التمدرس بهذا النموذج كانت واحد القفزه نوعيه للتلاميذ، اصبحوا يتحكمون في القراءه وفي الكتابه وفي الرياضيات. وحنا بغينا هاد التعلمات الاساسيه تكون حاصله باش ما يكونش عندنا تراكم ديال التعثرات واللي كتعطينا الهدر بعد ذلك، ولا كتعطينا يعني بعض الظواهر التي تسيء للمنظومه التربويه. اذا كما تابعنا جميعا فالسيده الدكتوره وفاء شاكر مديره أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة، فهي أعطت واحد التصريح ولا واحد المعلومة غريبة، اللي هي أن تلميذ واحد من مؤسسات الرياضة يعادل مستوى 80 تلميذ من المدارس غير الرائدة. السؤال اللي كنطرحه هنايا فهو على أي أساس توصلت لهذه المعلومة ولا هذا الاستنتاج، وكيفاش ممكن نتخيلوا أن تلميذ واحد من مؤسسات الرياضة كيعادل 80 تلميذ من المدارس غير الرائدة. وبالمناسبة فآخر التقارير الدولية فهي تشير إلى أن المغرب تراجع في التعليم إلى المرتبة 110 عالميا. تخيلوا الرتبة 110 عالميا، ومع ذلك هناك من يقول دائما العام زين وما كاين حتى شي إشكال ولا مشاكل كيعاني منها التعليم ببلادنا.